ده اليوم ال 24 من حياة مصور في ثانوية عامة، واحنا طبعا في الجزء اللي فات دخلنا ننام وما ذاكرناش حاجة، فده الجزء التاني. واخر حاجة عملناها امبارح اللي احنا دخلنا نمنا بدري عشان نصحى الفجر نذاكر. طبعا شكلي مبهدل، انا عارف، انا لسه صاحي من ساعة دلوقتي 5:30، المفروض هنذاكر تقريبا يعني. فوقت كده وقررت ان انا ارتب مذاكرتي قبل ما اقوم اعمل الفطار، واحنا النهارده هنذاكر بايو. اتفرج يا حبيبي، ده فطار طالب في ثالثة ثانوي، ده فطار طالب في ثالثة ثانوي، لازم الواحد يرم عظمه كده. بصوا بفطر على فيو ايه؟ شايفين بفطر على انه فيو يعني، يا خرب بيك كده. خلصت فطار وزي الشاطر كنت بشوف الحاجات اللي متراكمه عليا. كان متراكم عليا 4 حصص كيمستري و11 حصه بايو، وكنت محتاج كمان اسجل في المنصه بتاعت الانجليزي. حاليا بنسجل على المنصة بتاعت حسام سامح انجلش ده كمان عنجلي. اكتر حاجه حلوه فيا انا بحبها فيا كزياد انتظامي في مواعيدي. يعني مثلا درس البايو بتاعي الساعه 9، الساعه دلوقتي ايه 9 الا دقيقه، فبحب. وده انا وانا نازل الدرس وانا مطمن ان انا هوصل بسرعه، معرفش بالخازوق اللي هيقابلني كمان شويه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، فين المشاريع؟ فين المشاريع؟ فين؟ اليوم اللي بصحى فيه بدري بروح متأخر، واليوم اللي بصحى فيه متأخر بروح بدري. يعني ايه؟ مش ولا مشروع، ها؟ ولا مشروع، ها؟ ولا مشروع. لو مفكر ان ده الخازوق فانت غلبان يا حبيبي. المهم اللي انا ركبته وكنت فرحان بشكل السما زيك كده لسه معرفوش برضه. وعشان اكون صريح معاك، هم مش خازوق واحد، انت عد معايا يعني. طبعا احنا متاخرين، فالخازوق الاول السواق الظابط وقفه وسحب منه الرخص، فالسواق نزل وساب العربيه. الخازوق الثاني حصل زحام لاول مره في تاريخ اسكندريه الساعه كام؟ 10 الصبح، واحنا كنا معديين بالمشروع من جنب كليه هندسه. يا جماعه انا وانا بعدي من جنب الكليه دي كل يوم بحس كده باحساس عمري ما حاسه، لاني علمي علوم. متاخرين وصاري معاكم. تقدر تقولي ليه ما عملتليش فول لحد دلوقتي؟ اتفضل اعمل فول. وبدأنا حصتنا. بس المعلومه بجد، حصه البايو دي انا بحبها. لو انا غيرت خلصنا واخيرا مروحين، انا كنت بدات اقريف شويه في اخر الحصه لان انا كنت صاحي بدري. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا خلصنا درس البايو، والمفروض ان احنا لسه ورانا حاجات كتير قوي النهارده، بس هنطلع الاول ننام وبعد كده. انا اصلا كنت عايز اروح لسبب تاني، عشان انا كنت جايب حته ايس كريم وانتوا صوتكم تمام، كنت شايلها في الفريزر وكنت خايف لا تتاكل، فكنت عايز اروح اكلها. هي دي اللي بتصبرني على ثالثه ثانوي. اي نعم كابتن احمد لما عرف طلع عيني كارديو، هتشوفوا ده في بايو تراي وتعالى وراي، بس مش مهم يعني، عادي مش زعلان. وهي التوم فعصها في الثلاجه، فبقت عامله شبه المسدس، او انا اللي بخرف عشان انا ما نمتش من 5 الصبح. واختصارا للمعركه اللي حصلت في اليوم ده، انا نمت وصحيت ذاكرت لحد ما جمعت الجيم، خدت بعضي ونزلت الجيم. خلصنا تمرينه، دي اكتر تمرينه انا فاقد فيها الشغف في حياتي. انا حاليا خلصت كل الحاجات اللي ورايا في يومي، مذاكره وشغل وجيم وترتيبات لليوم اللي بعده. هنا طبعا باين اثار صدمات على وشي اللي انا خدتها على مدار اليوم، فقررت ان انا اخش انام وكفايه على كده النهارده. وما تنساش تعمل لي فولو، عشان انا عارف ان انا في اخر السلسله دي مش هترمى في كليه، انا هترمى في العباسيه تحت المجانين دي، عارفينها.